وينجح من أول مرة. ما عليكي إلا تخلطي هالمكونات مع بعض بالخلاط، بنصفيهم بعدين وبناخد بس المي. بعدين بطحن اللومي وورق الغار والزعتر والبابريكا مع بعض وبنخلهم تنخيل فوق الخليط الأول. بضيف الملح والكركم والفلفل الأسود، بحركهم مع بعض. بعدين بنقع الدجاج بالخليط لثاني يوم. ثاني يوم بدي كيلو طحين، بضيف له بهارات وملح وبقسمه لقسمين، قسم بضيف له مي وقسم بخليه بودرة. أما بالنسبة للزيت فلازم نسخنه على درجة حرارة ثابتة، يعني ما نعلي الزيت للأخير وبعدين بس بدنا نضيف الدجاج نكسر له، لا، لازم نسخنه على درجة حرارة ثابتة. باخذ معكم الدجاج 10 دقايق بالزيت بس. هاي الطريقة سهلة ومضمونة، طعمها طيب وصحتين.